سيد الرئيس، تحقيق السلام في عموم المنطقة يقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتدين مصر التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وكذلك الانتهاكات اليومية لإعلان وقف الأعمال العدائية في لبنان وما يصاحبه من خروقات جوية وبرية متكررة واحتلال لمواقع حدودية وإنشاء مناطق عاذلة داخل الأراضي اللبنانية. ويمثل خرقا واضحا لقرار 1701 وانتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. وتؤكد مصر تضامنها مع سوريا ولبنان في حقهما المشروع في حماية سيادتهما وأمنهما واستقلالهم. في الختام أعيد التأكيد على دعم وتطلع مصر إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ، وأقتبس من كلمات الرئيس ترامب أمام قمة شرم الشيخ وفي الكنيست: إن هذا ليس مجرد نهاية حرب، بل بداية عصر جديد من الإيمان والأمل، فمعا أظهرنا أن السلام ليس مجرد أمل نحلم به، بل هو واقع، وهذا هو اليوم الذي عمل وكافح وتطلع وصلى من أجله الناس في أنحاء العالم. كما أود أن أقتبس من بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة شرم الشيخ: إن السلام لا تصنعه الحكومات وحدها، بل تبنيه الشعوب، حين تتيقن أن خصوم الأمس يمكن أن يصبحوا شركاء الغد، وأننا نستشرف مستقبلا مشرقا لمنطقتنا تبنى مدنه بالأمل بدل من أن تدفن ذكريات أصحابها تحت الأنقاض. أمامنا فرصة تاريخية فريدة وقد تكون الأخيرة للوصول إلى شرق أوسط خال من كل ما يهدد استقراره وتقدمه. شرق